السلام عليكم. في سنة 2008 لما الاقتصاد العالمي كان بينهار بسبب الأزمة المالية، بنوك كتير ومستثمرين خدوا قرارات متسرعة بناء على توقعات وردية، بس في النهاية خسروا مليارات. دانيال كانيمان عالم نفس وحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد كان بيدرس القرارات دي، ولاحظ إن المستثمرين كانوا بيفكروا بسرعة من غير ما يحللوا كويس، وده خلاهم يقعوا في أخطاء كارثية. فإزاي نقدر نفهم دماغنا علشان نتجنب القرارات الغلط؟ يلا بينا نبدأ. الكتاب بيشرح إزاي دماغنا بتفكر بطريقتين. النظام الأول التفكير السريع وهو تلقائي عاطفي وبيعتمد على الحدس. النظام التاني التفكير البطيء وهو تحليلي منطقي وبياخد وقت. كانيمان بيقول إن معظم قراراتنا بتكون سريعة ومليانة أخطاء لأننا بنعتمد على النظام الأول زيادة عن اللزوم. لو عايزين نتحكم في قراراتنا لازم نفهم ازاي دماغنا بتخدعنا ونستخدم النظام التاني في الوقت المناسب. في دراسة من جامعة برينستون سنة 1999 لما عرضوا على الناس اختيار ما بين ياخدوا مبلغ صغير دلوقتي ولا مبلغ أكبر بعد شهر، أغلبهم اختاروا الفلوس دلوقتي لأن النظام الأول السريع دايما بيدور على المكسب السريع حتى لو مش في مصلحتهم. الكتاب بيقسم أفكاره لمحاور رئيسية هنلخصهم في 4 نقط. النظام الأول سريع بس بيخدع. النظام الأول بيشتغل اوتوماتيك، بياخد قرارات بناء على انطباعات أو تجارب قديمة، لكنه بيوقعنا في أخطاء زي الحكم على الناس من شكلهم، زي في 2016 لما شركة فولكس فاجن اتجرست بسبب فضيحة الانبعاثات. كتير من المستهلكين اشتروا عربيات جديدة من الشركة بناء على الانطباعات القديمة وسمعتها القديمة من غير ما يدققوا في التفاصيل الجديدة، وده كان قرار سريع من النظام الأول. النظام التاني بطيء بس بيدقق. النظام التاني بيحلل المعلومات بعمق لكنه بيحتاج مجهود وتركيز. لو استخدمته في القرارات الكبيرة هتقلل أخطائك، زي لما إيلون ماسك قرر في 2018 يطلق سلسلة تسلا موديل 3 بكميات كبيرة. استخدم النظام التاني عشان يحلل المخاطر، لكن ضغط المستثمرين خلاه يتسرع في قرارات زي زيادة الإنتاج، وده تسبب في مشاكل لوجستية. رقم 3 التحيزات اللي بتخدع دماغنا. كانيمان بيتكلم عن تحيزات زي تحيز التأكيد لما بنصدق بس اللي يناسب أفكارنا، أو وهم الثقة الزايدة لما بنفكر إننا عارفين كل حاجة. زي في انتخابات أمريكا 2016 استطلاعات الرأي توقعت فوز هيلاري كلينتون لأنها كانت بتعتمد على بيانات منحازة، وده خلى الناس تتفاجئ بنتيجة ترامب. رقم 4 إزاي تتحكم في قراراتك. لو عايز تاخد قرارات أحسن لازم تبطأ وتستخدم النظام التاني، خصوصا في المواقف المهمة زي الاستثمار أو اختيار شريك حياة، زي في مفاوضات صفقة استحواذ مايكروسوفت على لينكد إن سنة 2016. فريق مايكروسوفت قضى شهور في التحليل، وده النظام التاني، عشان يضمنوا إن الصفقة هتكون ناجحة وفعلا حققت أرباح ضخمة. في مجتمعنا بناخد قرارات كتير بناء على العاطفة أو انطباعات سريعة، زي لما بنشتري حاجة بس عشان فيها خصم من غير ما نفكر احنا محتاجينها ولا لأ. ده بيخلينا نقع في ديون أو نضيع فلوسنا. لو قارنا ما بين الكتاب ده وكتاب تأثير الناس لروبرت سيالديني هنلاقي إن الناس بتتأثر بالإعلانات لأنها بتستغل النظام الأول، وده بيوضح إزاي التفكير السريع بيخلينا فريسة سهلة للتلاعب. فرمل قبل القرارات الكبيرة. لو هتشتري عربية أو بيت جيب ورقة أو قلم واكتب إيجابيات وسلبيات القرار. ده هيخليك تستخدم النظام التاني. اسأل نفسك ليه. لو حسيت إنك عايز تاخد قرار بسرعة اسأل نفسك أنا ليه مقتنع بالحاجة دي عشان تتأكد إنك مش متسرع. خد رأي حد تاني. لو هتستثمر فلوسك ناقش مع صديق أو خبير عشان تكتشف تحيزاتك. راجع أخطائك القديمة. اكتب 3 قرارات غلط خدتهم في السنة اللي فاتت وحلل ازاي كنت بتفكر ساعتها. خلي عينك على التفاصيل. لو حد بيقنعك بحاجة بص على الحقائق والأرقام بدل ما تسيب انطباعك يتحكم فيك. الكتاب بيعلمنا ان دماغنا زي سلاح ذو حدين. التفكير السريع بيوفر وقت بس ممكن يوقعنا في أخطاء كبيرة. لو اتعلمنا نستخدم التفكير البطيء في القرارات المهمة هنعيش حياة أحسن ونتجنب ندم كتير. قولولنا في الكومنتات ايه اكبر قرار غلط خدته بسرعة من غير ما تفكر، وازاي كنت ممكن تبطأ علشان تتجنبه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي، وطبعا لو عجبك الملخص ده ما تنساش تشترك في القناة ودوس لايك،
وخليك معنا للآخر عشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. كان معاكم محمد إيراني.